الحكام المميزين والذي قاد نهائي مونديال 98 بين فرنسا والبرازيل. هذه تشكيلة المغرب الاحتياطية. طبعا اليوم حسام الصادق، كان هناك كلام الصادق يلعب أساسي أم لا، الصادق اليوم يرجع للرسمية أم لا. في نهاية المطاف فمحمد وهبي يركز على نعيم بيار، يفضل نعيم بيار إلى جانب ياسين خليفي على مستوى الارتكاز، ويحتفل بحسام الصادق. أمريكا العب ضد أمريكا، يعرف قوة المنتخب الأمريكي، نقاط قوة المنتخب الأمريكي بالأساس على الأطراف. هذه مراوغة أولى والفرصة الأولى لمنتخب أمريكا. الضربة الأولى مبكرة، الكرة الأولى كانت في منتهى الخطورة على تبي من الثواني الأولى. من الثواني الأولى يبدأ المنتخب الأمريكي في الضغط على مرمى يانيس بين الشاوش، والكرة تتحول إلى ركنية. نعم، يبدأ سريعا المنتخب الأمريكي. واجهت المغرب في أولمبياد باريس والانتصار كان مغربي. وقتها كان غريماتشي حاضر ضمن القائمة النهائية كأصغر لاعب، أصغر لاعب. غريماتشي كان متواجد في قائمة الأولمبياد. ناحية اللاعب اسماعيل بختي، فؤاد الزواني، الخروج بشكل ممتاز، نقلة لياسين، جسيم ممتازة لسعد الحداد، الحداد مرة، الحداد عبر. هيا كرة على الطرف الأيمن، أول لمسة تأتي الآن عن طريق لاعب عثمان معمة. يلا يا عثمان، عثمان 1 على 1، مرة عثمان، انسلى عثمان، العرضية غير معقول، غير معقول. ضاعت كرة الجول بعد انطلاقة جميلة من عثمان معمة. وعلى مستوى المركز الثاني يأتي المغرب وأمريكا. مراوغة هنا، محاولة عن طريق لاعب عثمان معمة. ماذا يقول البيروفي؟ لا وجود لخطأ، وانطلاقة من تساكيريس، تساكيريس مقطوعة. يلا المرتدة، 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 المرتدة تصل لجسيم، يتركها لعلي معمر. معمر المنادات من معمة بعد مباراة الهندوراس. المغرب واجه الهندوراس تاريخيا في مونديال الشباب في 77 وكذلك في نسخة 2005 لما فاز المنتخب المغربي بخماسية. الكرة تبقى أمريكية على الطرف الأيمن. ويستفيلد يلعب لكامبيل، كامبيل يبحث عن التسديد، والكرة لا زالت فيها خطورة، والحكم البيروفي يوقف اللاعب. هناك خطأ لفائدة المنتخب المغربي لأول مرة في 2023 في مباراة ودية. يعني غريماتشي يلعب مع الأولمبيين وكان حاضر في بداياته مع المنتخب الأول. غريماتشي، هذه الكرة العرضية بالراس نعيم، بل هو علي معمر بالراس، والكرة إلى الكورنر. طبعا حاولت أن يقرب الصورة، لاحظ معي يعني دائما لعبهم على الأطراف، دائما اعتمادهم على الأطراف، لأنهم يعرفون بأن كامبل عنده إمكانيات كبيرة. هذا هو لاعب كامبل يمشي بالكرة البينية العرضية. يانيس برافو، واللي قلت بأنه لعب مباراة أو 3 مباريات مع المنتخب الأمريكي الأول كبديل. انطلاقة من الجهة اليمنى لعناصر المنتخب الأمريكي، مرفوعة من كامبل لكنها طالت إلى ضربة مرمى. كامبل، غريماتشي، ركلة جزاء في هذه البطولة تحتسب ضد المنتخب المغربي. الكرة للأمام في اتجاه عثمان معمة، والأقرب بالراس هو نوريس إلى التماس. تأول أمريكا على حساب إيطاليا، يشوف مباراة المغرب. هذه الكرة للأمام، محاولة داخل منطقة الجزاء. جسيم، يلا يا جسيم، أرينا مهاراتك يا جسيم. اللمسة، بيار يعكس داخل منطقة الجزاء، ولكن الدفاع للأمام. زلنا في انتظار فرصة أخرى للمنتخب المغربي. هناك وضعية تسلل. وايندر لمن عودة لنوريس مجددا. الآن في حيرة، محتارين الآن لأن الكل مراقب. هذه الكرة تصل، التغطية من باعوف، برافو يا باعوف إلى التماس، أقرب إليه المدافع. ندرجوا الكرة شوية، لازم نلعبوا التمريرات المترابطات، محاولة الخروج بالكرة، محاولة فرض الضغط كذلك، لأنه لا يمكن المنتخب الأمريكي يبادر ويهاجم على دفاعاتنا طيلة الوقت. هذه الكرة العرضية ضربت في العارضة وخرجت بعد ذلك. لقطة خطيرة مرة أخرى. جوتزو هو من رفع الكرة، تضرب في العارضة، وطبعا جاوزت الخط. زينا مع المنتخب الأمريكي الآن في محاولة للمرور عن طريق تساكيريس، باعوف يتدخل، عادت لعلي معمر. علي يرسل الكرة للأمام، وهناك خطأ. نعم، ممتاز.
خطورة على دفاع المنتخب الأمريكي من طرف عثمان. يلا ياسين، عندك ياسين جسيم، 1 على 1. ياسين ينتظر فؤاد، ياسين يرفع كرة، ياسين وبالراس لا زالت مغربية، والخطورة والجول ياسين السابري. نعم، يأس الشباك الأمريكية مع فؤاد الزواني. الهدف الأول مشاهدينا، ياسين السابري الجوليادور، ياسين السابري في ذكريات الهداف يشور في 2005. هنا يأتي الجديد بهجمة وبانطلاقة من الطرف الأيسر. فعل ياسين السابري ينافس الكبار في هذا المونديال على لقب الهداف. هنا الفرحة الأولى، هنا الضربة الأولى، هنا الكرة الأولى في الشباك الأمريكية. جابها معما، جابها والله جابها معما، حطها بلمسة الفنانين الكبار. يا سلام على الإبداع، يا سلام على الفنيات، يا سلام على اللمسة بالكعب. أسيس خيالي يا معما، أسيس ولا في الأحلام، أسيس. إذا كرة على الطرف الأيمن، على استلام بهذه الكيفية لكن طالت إلى ضربة مرمى. أمام السنغال. هذه كرة الأولى انتهت 0-0، واليوم كان انتصار مغربي أمام السنغال 2-0 لناشئي المغرب. هذه كرة وسط الميدان، عناصر المنتخب المغربي الأسابيع والأشهر القادمة. طرف الايمن، تغطيه، طلع الكره والتسديد، لكن التغطيه ممتازه. الزواني يقطع هذه الكره، رجعت امريكيه، يرجع الضغط الامريكي الان، والكره على الطرف الايمن، محاوله المرور فيها ركنيه. الكورنر، نعم، الزواني مشى للكره وليس اللاعب. الزواني يمشي للكره، والكورنر امريكي. هذه الاعاده مره مرفوعه في القائم الاول، مقوصه، رجعت ركنيه من جديد. يمشي هناك في جهة فؤاد الزواني، اللمسة لكريماتشي، يتقدم، يبحث عن الحل، من يراقب هناك؟ سعد الحداد، والكرة ترفع، ستترك إلى ضربة مرمى. نعم، ثامن الركنيات الأمريكية في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، لاحظ رهان الأمريكيين على الكرات الثابتة. تلعب الركنية بسرعة، خارجة الكرة. حكم يشير إلى ركنية من جديد، وبطاقة صفراء لعلي معمر. بطاقة صفراء. ماذا حصل في اللقطة الماضية؟ الحكم إلى أين سيتجه؟ هذه الإعادة هذه اللقطة مرة أخرى. هنا كرة ترفع. إذا أكد ضربة الجزاء. هو شاف بأنه كان في مسك من كامبيل. الآن يتقدم كامبيل في الشباك. الوجهة كان صحيحة، لكن في نهاية المطاف هنا على اليسار بالنسبة للجاوش 1-1. هدف جاء في وقت صعب جدا. يعني كنا قريبين من نهاية الجولة الأولى، متقدمين. معلش لازلنا في المباراة 1-1 لفائدة المنتخب الأمريكي. الزواني تقدم، تأخر في رفع الكرة. الزواني حاول يراوغ، الزواني جابها مرة أخرى. الزواني قاتل من أجل هذه الكرة، لا زالت مغربية. الحكم صفر خطأ. الجهة اليسرى، هذه الكرة العرضية الرأسية بعد ذلك، ولكن إلى خارج أرضية الميدان. كريماتشي عن طريق تساكيريس، بل هو جوتزو يمرر، حذاري من التسديد، والبينية الآن، والتغطية بعد ذلك لبعوف، والصافرة تنصف الدفاع المغربي. الصافرة الوحيد للمنتخب المغربي. هذه كرة على الطرف الايسر، العرضية في منتهى الخطورة، ولكن في بعوف. هذه كرة واصلة لفائدة المنتخب الامريكي على الطرف الايمن.
استلام بهذه الكيفية، حاولت المرور ولكن ممتاز التغطية. وناخذ بالنا من الاخطاء في منطقه الجزاء، لان مع الضغط ممكن توقع احتكاكات. هذه البينيه خطيره. برافو يا بعوف. 10 على 10 يا بعوف. 10 على 10. تدخل بامتياز من نفس الطريقه واصرار وابي على المنظومه الدفاعيه، بينما الكره والمحاوله المرور، ولكن برافو مره اخرى بعوف. يقطع الطريق، لا زالت امريكيه ومعمر يبعدها. معمر امام جوتزو والكره تخرج. زواني يمشي بالكره لعثمان. معما، يا سلام، معما يلعب للسابري. الانطلاقه من هناك على الطرف الايمن والكره في التماس. جسيم لم يظهر بعد. علي معمر، نعم، داخل المنطقه الان. بعوف يصعد في هذه اللحظات والكره لا زالت مغربيه. هنا اخذ ورد وترفع بعد ذلك بالراس. ياسر كان في الانتظار، ياسر السابيري. هذه دقائقكم، هذه العرضيه الى الركنيه. نعم، يتدخل نوريس. الركنيه تربات. هنا كامبل يدخل، كامبل يحاول المرور. التغطية الدفاعية ممتازة. معمران، عندك الكرة هنا بين أخذ ورد. تحولت سريعة مغربية. عثمان عبر. الله على المرور. البينية ممتازة. يا الجزاء، نعم، هنا ترفع داخل المنطقة. نعم، هنا يأتي دورك يا السابري. عاد إليكم من جديد ليقول نعم، لن نتنازل عن الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هكذا هو التحدي بالفعل. السابيري يتحدى الدفاعات الأمريكية ويقول أنا حاضر. نعم، سأكون الجوليادور في هذه البطولة. ماذا هناك؟ يبدو بأن بطاقة خضراء قادمة من المدرب الأمريكي في هذه اللحظات. هات الصورة، في كرة الجول. ياسر السابيري يغارط الكل، يفاجئ الكل ليصنع التقدم مرة أخرى في الدقيقة 67. كنا نشوفوا ضربة جزاء وتتغير الأمور، بينما انطلاقة عثمان. يلا يا عثمان. التغطية الدفاعية بعد ذلك لفائدة المنتخب الأمريكي. تلعب الكرة على جهتها اليسرى. هنا خطأ يقول الحكم لفائدة المنتخب الأمريكي. بعوف يقطع الكرة أمام الزق. لذلك ننتبه ونكون مركزين تماما في هذه اللحظات. بينما كرة أمريكية الآن من الجهة اليمنى، العرضية. تدخل بطولي، لا زالت الصعوبات في كرة. مرت بسلام في لقطة صعبة على المرمى المغربية. ترفع الكرة عالية بعيدة إلى ضربة. ضاعت منه الكرة. ناخذ حذرنا من كرات بمثل هذا الشكل. الكرة تصل على جهته اليسرى، العرضية. برافو يا نيسي. البحراوي يمرر كرة. إلياس البومسعودي يسدد في القائم الأول. لا زالت من يتابع. معمار كما جاءت يرسل للأمام في اتجاه البحراوي. مرت على إلياس، عادت أمريكية على الطرف الأيسر. الانطلاقة بسرعة الآن من اللاعبين الأمريكي. ممنوع المرور يا معمر. زواني للأمام. إلياس يطلبها. امشي يا إلياس. غير معقول يا إلياس. لا زالت مغربية. جول. هدف يقرب البعيد، هدف يقرب المسافات، هدف يعقد الطريق إلى المربع الذهبي. ياسين جسيم فعلا. هذا هو التحدي المغربي، هذا هو الإصرار المغربي. لا مستحيل مع المغربي. هكذا التحدي للمغاربة. دخلوا التحدي فكانوا في الموقف.